استنى يا زملكاوي، بكره ان شاء الله لينا ميعاد الساعه 8. هنشوف الزمالك. طبعا احنا من العيد ما شفناش الزمالك، فاحنا بكره ان شاء الله هنشوف الزمالك في حاله. الفرحه هتكمل بقى لو ربنا كرمنا وكسبنا المصري. هتقول لي ماتش المصري سهل ولا صعب؟ هقول لك ده ماتش طبعا صعب بغض النظر عن اي حسابات، لانك انت الست ماتشات اللي جايين المفروض ان هم كلهم ماتشات من نار. مش هينفع تلعب فيهم ماتش تقول ماتش سهل او ماتش صعب. ما انت عليك انك انت تثبت بقى ان اللي حصل ده كان فعلا كلام مدروس، وتثبت ان الزمالك حراق على اي حد. ما احنا عايزين نثبتها بقى قولا وفعلا، ما نجيش بقى في نص السلم ونروح مننا الدوري. ما احنا مش عايزين نفتكر 2018 تاني. انا مش جاي افول لك النهارده، بس انا بكلمك برضو احساسي الزملكاوي اللي زيك، ان انا بقول لك بكره ماتش مهم. بكره ماتش مهم يا عم، ما تفوتش الماتش ده يا عم. وانت يا كابتن معتمد حضر نفسك للماتش ده، ان شاء الله يكون بدايه ان احنا نشيل الدوري، ناخد الدوري بقى، ناخد الدوري، ناخد ان شاء الله الكونفدراليه، وبعد كده الكلام يجمل. من غير ده يبقى كل اللي حصل ده بالنسبه لي يعني عادي. لكن انا عايز اتكلم دلوقتي عن انجاز تاريخي يا كابتن معتمد ليك وللرجاله اللي في الملعب، لكابتن شحاته، لرجالتنا كلهم، لعبد الله السعيد، لكل الرجاله الموجوده، لعواد، لغيره، لصبحي. انا ما يهمنيش دلوقتي اي حد، انا يهمني النادي. فيا رب الرساله توصل، وربنا يكرم ان شاء الله الزمالك بكره قدام المصري، ويبقى ماتش حلو ان شاء الله، ونشوف الزمالك بتاعنا بقى. السلام عليكم.